بني ملال نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورة تكوينية لتقوية آليات رصد الانتهاكات الحقوقية لفائدة الأشخاص العاملين باللجان الجهوية، كما استفاد من الدورة عدد من الإعلاميين. هدى سهل وعلي المرابط. إنهم أعضاء من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يستفيدون هنا من برنامج لتقوية قدراتهم في مجال الآلية الحمائية لحقوق الإنسان كآلية رصد الانتهاكات. وفي الأجندة أيضا الاستعداد لعمل اللجنة الآني. ما دام اننا بصدد اعداد تقرير ثاني حول وضعيه السجون بالمغرب واوضاع السجناء، فكذلك ضمن البرنامج كان حاضرا هناك حقوق السجناء ومنهجيه زياره وتقنيات زياره السجون. ورشة ثانية للدورة التكوينية انفتحت على الحقل الإعلامي، وهنا استفاد 60 صحفيا من مختلف المنابر الإعلامية من إمكانية الغوص أكثر في تفاصيل الأسس المتعارف عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان. والإعلامي إذا لم يكن لديه وضوح كافي لثقافة حقوق الإنسان مبنية على أرضية الحق والواجب، لا يمكنه أن ينتج منتوجا إعلاميا متوازنا. كيف يستحضر الإعلامي هذه المقاربة أثناء تعاطيه مع الخبر، مع الصورة، مع يعني كل جوانب عمله، كيف يستحضر هذه المقاربة؟ وعبر عدد من العروض، المداخلات والنقاشات التي استمرت اليومين، حاولت الدورة التكوينية وضع المقاربة الحقوقية في إطار يأخذ بعين الاعتبار سهولة استحضارها بشكل يفي بالغرض، سواء بالنسبة للإعلاميين أو لأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.